ان في فنان كبير مصري عايش وسطنا، وان هو ولاده بيقولوا ان هم عايزين يحافظوا على حالته الصحيه قدام الناس، لكن في الحقيقه هو مات، وان هم مانعين ان هم ينشروا الخبر ده، ومش عارفه ايه الميزه. طيب، السلام عليكم، وحشتوني والله العظيم. انا بس عايزه قبل ما ابدا الفيديو اقول لكم مدى امتناني وكلام وشكري عن كلامكم الحلو اللي بتقولوه لي، وحياه ربنا الكلام ده بيفرحني قوي. انا بجد بجد لما بقول ان انتوا عيلتي التانيه، فبجد انتوا عيلتي التانيه. انا يعني بحس ان انا وانا زهقانه عايزه اتكلم معاكم، وانا فرحانه عايزه اتكلم معاكم. يعني بجد بقيتوا فعلا كأنكم كلكم أفراد من عيلتي. والناس اللي بتقولي بحبك، يعني أنا والله بحبكم أكتر. طيب دلوقتي بقى أنا عايزة أتكلم معاكم في موضوع، وليه قررت أتكلم فيه؟ قررت أتكلم فيه لأني لقيت إن الموضوع دوت انتشر بشكل كبير، وحسيت كده إن هو مش انتشر، انما لقيت كتير ناس مصدقاه، والراجل ده بيتكلم كتير ومحدش بيقول له ستوب، محدش بيقول له اقف. يعني لقيت ان هو مستمر، ومعاه على طول مذيع مسبهل بيسمع بس ما بيناقش، ما بيتكلمش في حاجه. اول فيديو بيتكلم فيه عن ايه؟ تعالوا نشوف. اول مره يمكن في التاريخ الحديث بنتاكد تماما بالفعل ان هناك جسم فضائي بيقترب من الارض. جسم فضائي بمعنى ايه؟ جسم من حضارة مختلفة بيزور الأرض الأول، أو هيزور الأرض لأول مرة. ده بيتكلم عن جسم فضائي، هنا بيتكلم عن جسم فضائي هيدخل هيقرب من الأرض. الجسم الفضائي ده كان في القمر، او هم 6 اجسام مختلفه في جسم فضائي كان في القمر، وبعد كده هيروح المريخ، وبعد كده هو في طريقه للارض. 99 الكلام ده كان غلط، ده على حسب كلامه، و1% صحيح. فاحنا مش عارفين هل فعلا في جسم فضائي هيجي الارض. يعني انتم مقتنعين بالكلام ده؟ انا شايفه ناس عنده في التعليقات كلها مقتنعه بالكلام ده. انا مش مقتنعه بالكلام ده، ده كلام فارغ. يعني انا مش هشوف ان شاء الله جسم فضائي. وبعدين ما قالش يعني هو جايين عشان يدمرونا ولا جايين نضيفهم، بيقول هيزورونا. فانا مش عارفه كلمه يزورونا دي يعني ايه. هنضيفهم مثلا ونشربهم شاي مثلا، ولا هنعمل ايه؟ يعني هو بيقول كلام ابو لمعه ما يعرفش يقوله. ابو لمعه دي عارفينها المصريين يعني ايه. فيعني انا بصراحه بقيت كونفيوزنج بين، يعني انا بقناعاتي انا وبين تعليقات الناس. تعالوا كمان نشوف الفيديو اللي بعده ده. الإحصائية اللي طالعة بكم التشوه في البويضات للناس اللي خدت الكوفيد أو اللي خدت اللقاح مرعب. كم التشوه في الحيوانات المنوية عند الذكور مرعب. كل ده أثر بس للفاكسين. شوف الحالات اللي جالها الMS، شوف الحالات اللي تضررت، الحالات اللي توفت، ربنا يا رب يرحمهم. كل ده كان نتاج تجربة واحدة اتعملت على البشر. طيب هنا بيتكلم عن تشوه للحيوانات المنوية والبويضات للذكور والإناث من الناس اللي خدت الفاكسين واللي خدوا كوفيد 19، يعني اللي جات لهم العدوى واللي خدوا الفاكسين بتاعه، وان حصلت لهم امراض كتير، وفي ناس ماتت وفي ناس لسه هتموت. وكمان بيقول ان الكوفيد ده اصلا من صنع بيل جيتس، يعني ده عبارة عن تجربة بشرية. كمان ده على فكرة أنا مقتنعة بجزء كبير من الكلام ده، هو ده اللي أنا بقول عليه، ده أنا مقتنعة بجزء كبير من الكلام ده. ولكن بيقول يعني هنيجي بقى للجزء الثاني من كلامه. بيقول إن هو أيام كوفيد 19 هم في يوم من الأيام حبسونا في البيت، وما خلوش حد يطلع، وقالوا إن هم بيعملوا زي أسلاك كهربائية، بيعملوا حاجة في البلد. فدي كانت يعني تقريبا في كل العالم، وفي الوقت ده هم زي ما يكونوا طلعوا بثوا حاجة في الجو بحيث انها تنشر يعني تنشر الضيق والحزن في الناس، وكمان الحاجة ديت بتأثر الوقت. فالكلام ده انا مش مقتنعة بيه بصراحة، ان هم نشروا حاجة تأثر الوقت وتنشر الحزن والضيقة، وان البني ادم يبقى على طول مكتئب. فأنا مش عارفة أنتوا رأيكم في الكلام ده إيه. تعالوا نشوف الفيديو اللي بعده. ويحول دي حيوان منوي ويعمل بينهم تزاوج، كل ده مخبريا، ويطلع لك بيبي مجهول النسب. أيوه، فأنت بتتكلم على اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي هو الشواذ.
هنا بيقول ان الشواذ او المثليين ينفع يخلفوا، وان هم هياخدوا 6 خلايا من الراجل ده و6 خلايا من الراجل ده، وهيحولوا جزء منها لبويضات ويدمجوهم مع بعض في مختبر او معمل، وبعد كده يخلفوا بقى صبيان وبنات ويقسموا العيال بينهم، يعني كمان اختلاط انساب. فمش عارفه بصراحه، يعني انا دول اللي هم حللوا الجواز، فانا ما استبعدش عليهم حاجه، الله اعلم. في دي يمكن ما يكونش ابو لمعه. وبيقول كمان ان جو بايدن اصلا مش موجود، اصلا توفى من زمان، وان اللي كان بيحكم امريكا ده ما كانش جو بايدن، ده كان نسخه من جو بايدن الاصلي اللي مات وبيعمل كل حركاته، وان هو اصلا زي مسخ عملوا له نسخه تانية. وبيقول كمان ان في فنان كبير مصري عايش وسطنا، وان هو اولاده بيقولوا ان هم عايزين يحافظوا على حالته الصحيه قدام الناس، لكن في الحقيقه هو مات، وان هم مانعين ان هم ينشروا الخبر ده، ومش عارفه ايه الميزه في ان هم يمنعوا خبر او ما ينشروش خبر موته. كمان بيقول ان تحت المحيطات في اجناس وفي عالم تاني، وكمان بانيين الاهرامات، يعني تحت الميه وبانيين الاهرامات، وفي قرى ومدن واجناس غريبه ومخلوقات غريبه تحت الميه، واحنا لسه ما اكتشفناهاش لغايه دلوقتي. انا بصراحه جزء من كلامه أنا مقتنعة بيه، خصوصا حكاية كوفيد 19، وإن هم ممكن يكونوا عملوا حاجة في الجو خلت الناس تصاب بالاكتئاب أو تأثر الأيام. فأنا بجد عايزة أسمع رأيكم، يعني عايزة أسمع رأي كل الناس. أنتوا فعلا مقتنعين بالكلام ده؟ مقتنعين بجزء حتى من كلامه؟